السلام عليكم مشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم الرز كيجيب مذاق البسطيله واعر بزاف، كنتمنى تجربوه. ندوزو على بركه الله. عندي هنايا 2 كيسان ديال الرز كلاصي، شويه ديال الزيت الروميه، 2 بصلات مشلضين، عندي هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال القرفه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه، وشويه ديال العطريه ديال البسطيله. عندي هنايا شويه ديال الزبيب. فواحد القميله غادي ندير الرز ديالي من بعد ما غسلته مزيان. ندير هنا 2 معالق ديال الزيت وشويه ديال الملحه، واحد راس معلقه ديال القرفه. صافي وغنخلطو مزيان. غنبدا نحرك فيه بحال غيتقلى شي شويه. صافي دابا نزيد عليه واحد 4 ديال الكيسان ديال الماء. صافي ونسدو عليه ونخليوه يطيب. هنا في واحد المقيله غادي ندير شويه ديال الزيت، غنزيد عليها البصله. صافي ونخليوها تقلى. دابا نزيد عليها ديك العطريه. صافي دابا نخلطها ونخليها تقلى مزيان. هنا من بعد ما تعسلات ليا البصله ديالي غنزيد 2 معالق ديال الزبده، غنزيد عليهم الزبيب. هنايا الرز بعد ما طاب ونشف من الماء غادي نطفي عليه. دابا نخويو البصله المعسله على الرز ونخلطوهم مزيان. ودابا غنبداو نزوقوها بشويه ديال الكاوكاو والقرفه. هذا هو الشكل النهائي ديال الرز ديالنا، كيجي بنين بزاف. كنتمنى تجربوه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.